لا مش الغنمين دلوقتي، احنا بنتكلم عن افطار القريه نفسها. بتعملوها من امتى؟ وكل ده تكلفه فين؟ تبرعات المجتمع تكفي ولا لا؟ ليه عندنا الحاجات دي بس ولا نمشي احنا قدام لازم نمشي لا احنا الحقيقه بنعمل الكلام دوت بس الكراتين اللي هي كبيره. احنا عاوزين نقوم كبار السن ما هيبقى يعني بس عشان لحضرتك. ليه ايه فكره انه طيب بتلموا الناس في الشارع وتدوهم اكل او تلموا الناس بتوع القريه وتقدموا لهم؟ هي دي احنا بنعزم، هي الحقيقه دي يعني احنا بنعتبرها عزومه قريه، كلنا بناكل مع بعض واحنا معاهم زي ما حضرتك شايفنا كده، وده بجد. ولان القريه دي احنا شغالين اوريدي فيها بقالنا سنه ونص، ودول اهالينا يعني، وعاوزين بقى نرجع زي زمان كده القعده الحلوه والناس اللي طيبين مع بعض والعشره والمصريين وحلاوه المصريين. ده الهدف منها، زائد الاخاء يعني يبقى فيه اخوه ومحبه، وكل اسره تنازل اللي عندها، وكل اخ يساعد اخوه، وكل اخت تساعد اختها. انتوا مين؟ مساء الخير، مساء الخير يا فندم. ما انا مش عارفه بس فده يعني دي الروح دي نفسنا ترجع زي زمان. وبعدين احنا لقينا ان ما بنعرفش نتجمع الا في رمضان، يعني ما بنعرفش نعمل الكلام ده لما نقعد مع بعض على مائده واحده في رمضان ونتقرب لبعض، وكل واحد بيقول للتاني بقى ايه مش مشاكله ايه. طب تفتكري ليه ما بقيناش نقدر نقعد مع بعض خارج رمضان؟ والله ده سؤال كلنا بنساله لنفسنا، بس يمكن لان الدنيا خدتنا في العمل وفي الشغل والهموم يمكن. يا فندم احنا لو كان عندنا عمل وشغل ما كانش حالنا بقى كده. لا ان شاء الله يعني احنا في القريه دي احنا الحقيقه حاولنا وبنحاول، والحمد لله قدرنا نوصل ان احنا نخرجها من قريه فقيره غير منتجه الى قريه منتجه، باللي حضرتك شفته من شويه بالثلاث مصانع اللي احنا عاملينهم للسجاد. وان شاء الله في طريقنا ان احنا نعمل تاني، وهنخلي في كل حاره وفي كل شارع وفي كل بيت نول سجاد يشتغلوا عليه، يعني زي بالظبط كده كل واحد عاوز صفحة نفس عشان ده هيتقال كله هناك على طب في تعاون بالنسبه للحكومه؟ طبعا والله في تعاون كبير. يعني انا صندوق تحيا مصر ده امبارح لسه عامل معانا بروتوكول، ويعني بنشكرهم من خلالكم الحقيقه الغارمين. في حاجه عملت بقى شركه في اعلان فودافون تكمل لميتها تاني، ايه رايك حضرتك يعني ازاي المجتمع؟ ما بتكلمش عن فودافون يعني. لا مش فودافون، لا انا بتكلم حضرتك ان المجتمع يرجع تاني. احنا فعلا مش بنحس برمضان زي كل سنه، يمكن عشان العيله زي ما قلت لحضرتك ما بقتش بتتجمع تاني. شايف يعني ممكن المجتمع ازاي يبتدي يرجع تاني زي زمان لما الاخلاق ترجع طب ايه يعني شرح حضرتك ايه اللي يعني اتغير عن زمان في الاخلاق؟ احنا بنتكلم اجتماعيا. ان العيال دلوقتي بيقعدوا بحاجه اسمها ايباد ولا ايفون والاب والام برضه كل واحد ماسك حاجه، وكل واحد عايش في حياته ومحدش بيتكلم. طب حضرتك شايف دور الفن ايه في المرحله دي؟ يعني اكيد عليه لا دور. مش شايف دور الفن، لسه دور الفن ما يتقالش عليه احنا ماشيين كده.